برحب بحضراتكم مشاهدينا. فقرتنا دلوقتي هي فقرة بتهم كل فرد من أفراد الأسرة المصرية، لأننا بصدد مناقشة قضية تعتبر زي ما بنقول قضية رأي عام. هنناقش مشروع قانون منع الغش في الامتحانات. يمكن الفترة الأخيرة انتشرت كتير جدا في امتحانات من أول ابتدائي لحد طبعا ثانوية عامة فكرة تسريب الامتحانات، وبنبص نلاقي إن الامتحان يبقى موجود في اللجنة مفيش دقيقتين بينزل على شبكات التواصل الاجتماعي بالأسئلة بالإجابة. طبعا بقى في دلوقتي يعني طفرة في التكنولوجيا وطفرة في الغش في الامتحانات، للأسف ما بيقابلهاش ازاي ممكن ان احنا نرضع ده او نمنعه. ده ممكن يتم ازاي؟ والحقيقة كان في يعني آراء كتيرة جدا لمنع الغش او كيفية منع الغش. ده كله هنناقشه من خلال ضيفنا وضيف حضراتكم. معانا مشرفنا أستاذ أشرف مشرف المحامي بالنقد. أهلا بحضرتك، نورنا. خلينا اول نتكلم على ظاهره الغش الالكتروني. يعني يمكن بقالنا فتره كده من كام سنه كل سنه نقول احنا الغش اتطور، ده بقت مش عارف في القلم اللي بيصور، في الكبسوله اللي بتتحط مش عارفه تحت الشعر، حاجات كتيره جدا. وفي المقابل يمكن اخر حاجه مثلا سمعناها النهارده اللي هي السنه دي العصايه اللي هي بتمنع الغش الالكتروني. حضرتك ادينا فكره عنه. هو مع التطور أصبح في وسائل كتيرة للغش. يعني دلوقتي بقى سهل جدا إن تصوير الامتحان من خلال كاميرا الموبايل، وبعد كده إرساله من خلال الإيميل لحد موجود بره، ويتحل طبعا وينزل بعد كده على مواقع. في ساعات إلكترونية، في نظارات برضه، في إقلام إلكترونية. يعني التكنولوجيا ووسائل التواصل سهلت الغش. هي طبعا يمكن اغلب التكنولوجيا دي ما كانتش معموله للغش، لكن بقت تستخدم في حاجه غير اللي معموله عشانها. وده بشكل عام التطور اللي حصل في وسائل الغش. تمام. طيب في ناس كتير بتبقى مش عارفه يا ترى مين اللي بيعمل الغش في الامتحانات. هل يا ترى الطالب اللي هو بيبقى داخل اكيد في مراقب في اللجنه هيصور ازاي وهيلحق يبعت؟ اكيد ملامح الوش البادي لانجوج نفسه بتبقى مبينه، ولا في اراء تانية بتقول ده ممكن المراقبين نفسهم ممكن يكون حد فيهم برضو متورط في مساله زي دي؟ أنا رأيي إن الموضوع أكيد يعني أكبر من الطالب. لأن الطالب حتى لو هيصور هيبعت لمين؟ ما لازم يبقى في اتفاق إن أنا هصور وهبعت لحد عشان يحل، وبعدين الحد ده ينشر في موقع. يعني الموضوع منظومة. فالمنظومة دي أعتقد إن هي من قبل الامتحانات بتبقى منظمة، وبيبقى في شخص ما ضمن الفريق العمل او الناس اللي بتراقب او الناس الموظفين اللي ليهم احتكاك بالامتحانات، هو اللي مسؤول عن التسريب. وبعدين بقى بقيه المنظومه اللي وراه اللي هي بتتولى حل الامتحانات ونشرها. يعني تمام. الموضوع ما اعتقدش ان هو يعني الطالب ممكن حلقه صغيره في الموضوع، بل واعتقد يمكن الطالب لو صور غالبا هيصورها لواحد زميله بره. يعني مش حقيقي مين هيلحق يديله الاجابه؟ يعني الطالب ذاته مديله دور كبير قوي في القصه. هو واقعيا مش هو ضحيه اصلا. حقيقي. طيب طبعا الوسائل التكنولوجيه في الغش مش موجوده في مصر بس، موجوده في دول كتير جدا سواء اوروبا، امريكا، الدول العربيه. هل يا ترى في يعني وسائل قدرت ان هي تمنع الغش في الامتحانات واحنا متاخرين قوي ان هي دي ما طبقناهاش عندنا في مصر؟ هو موضوع منع الغش في الامتحانات له طريقتين. يا اما ان انا بحاول امنعه الكتروني، يعني زي ما الغش نفسه تم الكتروني فالمنع بيتم برضه بوسائل الكترونيه، يعني من خلال ان انا بشوش على وسائل الاتصال، او ان انا بجيب اجهزه تكشف وجود مثلا موبايلات مع الناس واللي داخله اللجان او كده. ولكن انا اعتقد ان دي كلها حلول مش حلول قويه. لان في النهايه يعني اي وسيله تكنولوجيه لمكافحه الغش الالكتروني بيواجهها تطور برضه في وسائل الكترونيه اكتر. هي انا في رايي القصه كلها قايمه على منظومه التعليم نفسه. منظومه التعليم نفسه قايمه على فكره، هي طريقه الامتحان نفسه قايمه على فكره ان الامتحان هو اهم شيء في القصه كلها، وقايمه برضه على فكره ان الامتحان قايمه على ان انا بشوف قدره الطالب على الحفظ، مش قدرته على التفكير. فلو المنظومه اتغيرت والامتحان اتغير وبقى ماشي بنظام ان انا بقيس قدرته على التفكير، حتى ولو اعتمدنا نظام الاوبن بوك ان هو يدخل بالكتاب، بس المهم مش لان الامتحان مش ان انا هنقل من الكتاب، لا ده ان انا افهم ايه اللي في الكتاب نفسه. يعني الكتاب معايا وسيله مساعده. ايوه حقيقي. ولو موضوع وده بيطبق بره في حاجات كتير وفي مواد كتيره.
بيتم الاستعانه بالكتاب. طيب حضرتك يعني اثرت نقطه جميله جدا، هي منظومه التعليم في مصر، وان هي لازم تتغير، وطريقه الامتحان وطريقه مذاكره الطلبه تتغير، وما يبقاش فكره المدرسه انها جت ان خلاص حياه الطلبه بتقف من كل حاجه مجرد انهم قاعدين بيحفظوا 24 ساعه. حضرتك شايف ان قانون منع الغش في الامتحانات اللي بصدد دراسته الفتره القادمه وانه ممكن يتم الموافقه عليه، هل هو ممكن يكون الفيصل في منع الغش في الامتحانات، ولا لا زي ما حضرتك قلت احنا لازم نغير المنظومه نفسها من اساسها؟ هو موضوع تغيير المنظومه ده المفروض يحصل، لكن انا في النهايه عارف ان عشان اغير منظومه قدامي سنين طويله عشان ده يحصل. فالحل في الوقت الحالي اكيد القانون ده هيساعد شويه، وخصوصا ان القانون مش بيتكلم في الطالب اللي بيغش. يعني الماده اللي طالعه حاليا اللي بتتكلم في حاجه تانية خالص، بتتكلم في الطالب اللي بيوزع الامتحان او الاشخاص المسؤولين عن توزيع نشر الاسئله والاجابات والكلام الاسئله تحديدا. لكن موضوع الطالب اللي بيغش الماده دي مش بتخاطبه، او القانون ده مش بيخاطبه تحديدا. هي بتتكلم في الناس اللي بتوزع، اللي هو ظاهره الغش الجماعي اللي بتحصل، اللي هي من خلال الميديا مثلا، من خلال الميديا، من خلال اي وسيله ما انها تقدر انها توصل لاكبر عدد ممكن. طيب نقدر حضرتك تدينا فكره عن ملامحه، العقوبات هو على حسب ما نشر عنه ان هو هيبقى العقوبه سنة سجن وغرامة ما تقلش عن 20,000 جنيه وما تزيدش عن 50,000 جنيه أو أيهما. وبعدين برضو على حسب ما نشر إن يعني الطالب لو حصل وجوزي بالعقوبة ديت يعني ولي الأمر كمان هيبقى متضامن معاه فيها. تمام. ودي نقطة برضو اللي يعني هو يتم معاقبة الطالب وولي هم ما كتبوهاش كده يعني. تمام. هم قايلين إن على أساس إن الطالب هيبقى قاصر، فاللي هيدفع الغرامه غالبا ولي الامر. وبعدين اللي فهمته برضه ان هم يعني كل ده انا طبعا القانون مش تحت ايدي. طب ولكن حضرتك يعني مجرد الحاجات اللي حضرتك قلتها وقريتها وحضرتك كمحامي بالنقد، ايه رايك فيها؟ لا، هو موضوع ان انا يعني الطالب يتمسك يغش، ولي الامر هو اللي يتعاقب. ممكن يبقى ولي الامر نفسه ولي الامر بره الموضوع اصلا. لا، ما يكونش هو اصلا يعني له علاقه بالقصه. حقيقي. يعني انا متخيل ابني جوه بيتمسك غش وانا في شغلي وما عنديش فكره عن اللي حصل، والاقي نفسي انا بتعاقب. يعني موضوع برضه هي هنا يعني هو لو القانون اتخذ الشكل ده في النهايه يعني هيبقى قانون فيه مشكله، يعني هو ذاته فيها هيبقى فيه مشكله. طب نوعيه العقوبه ايه راي حضرتك فيها؟ اللي هي سواء سنه او سواء ان هي تبدا من 20,000 ل 50,000. والله هو دايما العقوبات يعني بيبقى ليها هدف برضه الردع العام. فموضوع برضه ان العقوبه يعني واخده الشكل ده هتعمل نوع من الردع العام. لكن هي انا اعتقد ان وقت يعني لما تنزل قدام محكمة أكيد المحاكم مش هتحكم بالعقوبات القاسية دي. يعني أكيد هيبقى في تخفيف، لأن في النهاية إلا على حسب برضه نوعية المتهم. يعني أعتقد لو اللي اتمسك ده مش الطالب، يعني شخص بره الموضوع وعامل منظومة للغش، تمام، فأكيد ده يعني فعلا يعني يستحق أقصى عقوبة يعني. طب هل سهل الكشف عن النوعية دي من الجرائم، لو هنسميها بقى طبعا جريمة؟ هو الموضوع رغم ان هو يعني يعني هو طبعا كان لازم من نص قانوني، ولكن الكشف ذاته اعتقد صعب، لان في النهايه مين سرب الامتحان؟ اللي سربه اكيد حد يعني من ضمن المجموعه اللي قايمه عليه او اللي بتراقب او اللي يعني الورقه جت تحت ايديها. فده يعني مين هيمسكه يعني؟ لا، هو انا حضرتك وبتتكلم انا تذكرت حاجه في امتحانات الثانويه العامه هذا العام تحديدا، ان كان في صفحه على الفيسبوك انا مش متذكره اسمها، دي كانت بتسرب الاسئله وكانت تم نشر اسمها حتى في الجريده، وكل ما كانوا بيحاولوا انهم يوصلوا وبيجي امتحان تاني يفتحوا صفحه باسم تاني، يعني بنفس الاسم بس مثلا رقم 1 رقم 2 رقم 3. حتى انا كنت مستغربه ودخلت من باب الفضول الاقي فعلا الامتحانات بالاسئله، وتاني في الماده اللي بعدها كانت بتفتح صفحه جديده، وما سمعناش حاجه عن الموضوع ولا سمعنا يا ترى اتمسكوا افراد الصفحه القائمين عليها. مفيش اي حاجه اتكتبت بعد كده. ما هو دلوقتي في وسائل انك ممكن تدخلي على الانترنت وتغيري الاي بيهات عن طريق يعني برامج كده بتسمى برامج البروكسي. فالبرامج دي لو حد متخصص قوي فيها تمام. هيبقى عشان حد يمسكه لازم يكون متخصص اكتر منه. تمام.
فهي يعني احنا ما نقدرش نتصدى للظاهره دي، يعني وزاره التربيه والتعليم ما تقدرش تتصدى لهذه الظاهره، وخصوصا ان احنا مش بس وزاره التربيه والتعليم، ده احنا ممكن نتكلم كمان عن وزاره التعليم العالي، لان اكيد ده بيحصل في امتحانات الجامعه، لكن يمكن التركيز اكتر بيكون على امتحانات المدارس. كل الدول اللي قايم نظامها على ان الامتحان هو المحور، وان الموضوع كله ان احنا بنقيس الطالب ده حافظ قد ايه من المنهج، ما يعرفوش يواجهوا الظاهره. لان الفكره كلها انك طالما يعني انت مصعب، يعني اسلوب الامتحان واخد الشكل ده، هو الاسلوب ذاته بيشجع على الناس على ان هي تغش. رغم الاعتراض، يعني انا معترض طبعا على ان يعني اكيد الغش ده شيء غير اخلاقي، واكيد ان هو بيضيع فرص ناس كتيره مجتهده، ولكن في النهايه الامتحانات جايه بطريقه مش يعني مش بتساعد الطالب ان هو ياخد الطريق اللي هو طريق العلم بجد، اللي هو لما يجي بعد كام سنة يفتكر هو درس ايه، يفضل فاكره، مش مجرد دخل كتب حاجة في الامتحان بعد ما يطلع من الامتحان تسأله هو مش فاكر حتى غير حاجات بسيطة. طيب حضرتك شايف ان القانون ده، قانون منع الغش في الامتحانات، لو احنا بنطرحه طبعا للنقاش المجتمعي يمكن كوسيلة اعلامية في قناة العائلة، حضرتك معاه ولا ضده؟ يعني شايف ان هو ليه ايجابيات وليه سلبيات، ولا الموضوع اكبر من كده ومحتاجين نغير في المنظومة نفسها؟ طبعا ده يعني بلا شك محتاجين نغير، بس هل مهم يبقى متواجد؟ القانون في الوقت الحالي انا شايفه كويس، يعني على المدى القصير، لكن مش هينفع يتم الاعتماد عليه فترة طويلة. بالعكس هو بس موجود الى ان المنظومة تتغير. يعني انا شايف المنظومه مش هينفع تستمر كده، لان احنا في النهايه الفكره برضو مش فكره ان ناس تغش او ما تغشش، هي الفكره في النهايه انا بتعلم ليه؟ انا بتعلم عشان اطلع ان انا يعني بطلع انسان كويس يخدم نفسه ويخدم المجتمع، مش انسان كل الفكره ان هو حفظ كلمتين سواء بقى خدهم يعني غش او هو حفظ وجاب درجه كويسه، هو في الاخر هو ولا حاجه. هي حاجه تضحك ان الدروس حتى بتبدا من حضانه دلوقتي، لمجرد فكره ان انا على طول عايز اولادي يبقوا التوب، دي عمرها ما تحصل في اي مكان. لازم الناس حتى تغير فكرها، ودي مشكله الاهالي على فكره، مش بس نلقي اللوم على وزاره التربيه والتعليم، لا هي مشكله الاهالي كمان، ان احنا لازم ناخد الموضوع بشكل ابسط من كده. ايه راي حضرتك؟ هي الفكره دلوقتي ان احنا عندنا ثقافه معينه ان في كليات قمه لازم كلنا ندخلها، اولادنا يدخلوها، فعشان يدخلوها لازم يجيبوا درجات عاليه، الدرجات العاليه دي من خلال امتحانات قايمه على الحفظ. فلازم ان انا ادخل الامتحان اجيب اعلى درجات، سواء بقى بالغش او بالحفظ، في الحالتين لازم اجيب اعلى درجات عشان اتنافس على كام كليه القمه اللي موجودين. ودي الثقافه اللي عامله مشكله في عند الكل، وهو المجتمع في النهايه مش قايم على الطبيب والمهندس، المجتمع قايم على كل المهن. بالعكس ده خلاص ما بقاش لاقيين تقريبا شغل، في مهن كتيره وفي وظائف كتيره مش لاقيه حد يشتغلها، بسبب ان الناس يمكن بتركز على نوعيه معينه من الوظائف. طيب استاذ اشرف، خلينا ومعانا الساده المشاهدين نشوف مع بعض تقرير اعدته كاميرا برنامج بيت العيله، نشوف الناس في الشارع المصري من وجهه نظرها شايفه ان ازاي ممكن ان احنا نقضي او نمنع على الغش، عن الغش في الامتحانات. نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه مشاهدينا الاستوديو بيت العيله، تابعونا. شفنا مع حضراتكم مشاهدينا التقرير، وشفنا قد ايه الناس بتشتكي من الدروس، وفي نفس الوقت علشان بتدفع فلوس للدروس. يعني انا تقييمي ليها كده يا استاذ اشرف، ممكن تساعد ولادها ان هم يغشوا في الامتحانات عشان تحلل القرش اللي اتدفع في الدروس الخصوصيه. فبدات المساله ان هي حتى فكره الضمير في الامتحان، او ان انا ازاي ابقى يعني لو مش عارف حاجه اسيبها او ما ذاكرتهاش كويس، دي ما بقتش موجوده ولا عند الطلبه ولا عند الاهالي، لان اوريدي في فلوس يعني ودخل كبير من دخل الاسر المصريه رايح للدروس الخصوصيه. حضرتك تعليقك على التقرير ايه؟ هو انا اولا حاسس ان الناس اللي اتسالت كلها يعني حاسه بالموضوع وفاهماه كويس يعني. وبرضه انا بايدهم في كل اللي قالوه، ولكن المشكله عموما هنا ان احنا نسينا ان ده تعليم، وبقى الموضوع موضوع مسابقه عامه مين يجيب فيه اعلى درجات فنجيبها باي طريقه. يعني بل انا يعني اعتقادي الشخصي ان حتى اللي بيجيبها بطريقه مشروعه هو في النهايه يعني خرج بره الهدف. يعني هي الفكره ان ما عدناش بنتعلم، هي ان واللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، لان هو خلاص كله محصل بعضه. يعني فكره ان مين حد اذكى من مين دي مش موجوده. بل احيانا انا وجهه نظري ان الامتحانات الحاليه بتعمل فرز ان الاقل ذكاء هو اللي بيجيب درجات اعلى.
لان الاقل ذكاء جايز يكون عنده مقدره على الحفظ اكتر. يمكن اللي هو الذكي اللي بيحلل المعلومه مش عارف يحفظ. فدي مشكله كمان يعني. حتى لو احنا المشكله كلها في التنافس على كليات القمه، كليات القمه كده اللي بيطلعها ممكن يبقى مش العقليه الملائمه ليها. تمام. طيب حضرتك كولي امر، قبل ما يعني نكون بنتكلم عن قانون، حضرتك شايف انعكاسات وعواقب الغش في الامتحانات على المجتمع حتى ككل، وعلى الطالب بقى اللي غش ونجح مش بمجهوده، والطالب اللي نجح بمجهوده، وجايبين الاثنين نفس الدرجه؟ هي اولا الغش ونجح ده مشكله جامده جدا في حاجه معينه. ان في ناس انا يعني بشوفهم في المجتمع يمكن ما بيعرفش يقرا ويكتب، او بيقرا ويكتب بصعوبه، ورغم ذلك جاب درجات ودخل كليات. الناس دي بعد كده لما هتكمل برضه بنفس الاسلوب هي بتفرز في النهايه مهن، يعني اصحاب مهن فاشله. يعني الطبيب اللي مش عارف يعالج، المهندس اللي مش بيعرف، يعني هي ليه عمارات بضاعه، ليه في ناس بتموت في مستشفيات، ليه دايما في مشاكل في كل حته. فالمجتمع اصبح لان في النهايه هي البدايه من التعليم. هو مش متعلم اصلا، يعني هو معاه شهاده لكن على المدى كله يعني شهادات متاخده بطريقه غلط. فده بالنسبه للشخص اللي بيغش. الشخص التاني اللي ما غشش دي مشكله تانية، ان هو نظرا لان الموضوع برضه بقت الفرص المتاحه قليله لكل حاجه، فالغش خد مكان الفرصه بتاع اللي ما غشش. في مشكلتين برضه، مشكله شخصيه ان ده طبعا تعبان انه ما خدش فرصته، ولكن في مشكله كمان ان المجتمع اتحرم من شخص جايز كان يبقى كويس. يعني كان هو هيبقى كويس في المجال ده، حد تاني فاشل دخل مكانه فاضر بينا. يعني هي الفكره، انا وجهه نظري في موضوع ان حد بياخد فرصه مش بتاعته مش موضوع عداله اجتماعيه، لا يعني نركن العداله الاجتماعيه على جنب دلوقتي. بالظبط، مالهاش علاقه بالعداله لكن الاجتماعيه. الفكره كلها فكره ان هو لما خد فرصه مش مناسبه ليه اضر بالناس اللي كانت هتستفيد من وجوده في الفرصه دي او في الوظيفه ديت. تمام. يعني كل واحد في وظيفته بيخدم غيره. طب انا لو في وظيفتي انا فاشل اصلا، طب انا هخدم غيري بايه؟ تمام، عند حضرتك حق. طيب فكرة الغش في الامتحانات وبرضو التصحيح اللي هو ممكن يكون مش على قيد المسؤولية، يعني يمكن امتحانات الثانوية العامة الأخيرة كنت قريت ان نسبة كبيرة طبعا من الطلبة عملوا تظلمات، لقوا ان في 8000 وحبة دول كانوا فعلا ورقهم كان فيه خطأ، وما بين بقى اللي اترفع نص درجة ودرجة ودرجتين وثلاث درجات. يعني الطالب اللي ما قدمش تظلم واللي زمانه قاعد دلوقتي في بيته وعمال يقول طب ما انا ممكن كنت ابقى من ضمن الناس اللي هي ممكن تبقى، ما بتفرق نص درجة بتفرق. ده ياخدنا برضو لفكرة، يعني انا مش هتكلم على الغش في الامتحانات قد الغش بشكل عام. ما هو اللي ما عملش اللي عليه كتصحيح ده يعتبر نوع من انواع الغش. ده ملهوش اي عقوبه يا استاذ؟ هو ملوش عقوبه حاليا، لكن هي المشكله كمان جايه في ايه؟ ان حتى يعني الناس اللي صححت وما سابتش، يعني صححت كويس، هو ممكن برضه يدي درجه سيئه لسبب ان هم معتمدين على نماذج الاجابه. يعني هو عارف ان اجابه السؤال الفلاني مديله نموذج كده، اذا اختلفت كلمه يبقى خلاص يبقى غلط، او ممكن بالعكس يبقى هو حاجه ممكن يكون حاجه احسن، لان هو كاتب بما معناه. يعني المفترض ان انا بكتب المعنى، او حتى كمان في مسائل الرياضيات احيانا بلاقي هو حالل بطريقه تانية ومدي نفس النتيجه، لكن هو ما خدش الخطوات اللي مكتوبه في نموذج الاجابه، لا خلاص يبقى غلط. في حاجات كتيره قوي. انا ابني كان السنه اللي فاتت في الثانويه العامه وبرضه حصل في اللي هي السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ لا السنه اللي فاتت. تمام. حصل برضه غلط، وبعدين قدمت له تظلم. ورحت انا الفكره مش في ابني بس، انا لما رحت شفت طبعا شفت طلبه كتير قوي وحضرت فعلا التصحيح فيه مشكله، التصحيح بشكل عام فيه مشكله. وبعدين حتى اللي بيقدموا تظلمات مش معنى انك قدمتي تظلم انك هتطولي حاجه. يعني انا في موضوع ابني انا شفت فعلا في اسئله كتير ما كانتش متصححه، ورغم ذلك التظلمات ما اتقبلتش. يا نهار ابيض. يعني فهي الفكره ان طب حضرتك كمحامي وبتدافع عن الحق، هو انا ما عملتش حاجه لان انا ابني حسيت بايه؟ هي فكره ان انت تبقى حاسس ان انت ما انت شايف ظلم وشايف اسئله قدامك مش متصححه والتظلم اترفض. ما هو بيديك، هو هنا يعني المشكله كمان انك عشان الحل المفترض ان انا هلجأ له ان انا بدخل المحكمه. فالفكره برضو ان المحاكم حاليا ما بقتش بالسرعه فاللي هو ممكن يضيع سنين على ما يعني الحق. يعني يمكن
الشخص العادي ممكن يفكر في المحكمه، اما انا ما افكرش في طب ما في دي الحل ده، نقطة. لان انا عارف ان الموضوع هيطول. طب ما دي نقطة نقدر ان احنا برضو يعني نتكلم فيها فيما يتعلق بمشروع قانون منع الغش في الامتحانات. على بال ما انا اثبت الغش، وعلى بال ما يحصل طعن، وعلى بال ما الحاجات بقى اللي بتاخد اوقات طويلة في المحاكم، ازاي ده هيضيع يعني وقت طويل جدا على بال ما ده يتم. هو بالمناسبه برضه في حاجه في موضوع قانون منع الغش ده، هو اصلا كمان في قرار طالع اصدره وزير التربيه والتعليم من حوالي 3 سنين بعمل عقوبات تأديبية على الطلبة اللي بتغش. ده القرار ده موجود فعلا وبيتنفذ. تمام. يعني هو اعتبر ان مجرد دخول موبايل اللجنة قرينة على الغش، حتى لو ما استخدمش. الطالب اللي بيتمسك بموبايل او بيغش او بيحرم من دخول تحجب نتيجة الامتحان، وبيحرم من دخول الامتحان لمدة 2 سنين. تمام. فدي حاجة سارية فعلا، وانا شفتها بعناية يعني. هل لو حطينا كاميرات مراقبة في لجان الامتحانات للطالب وللمراقبين، ممكن ده يكون برضو يساهم في منع الغش، ولا لا ده ممكن تبقى وسيلة تخلي الطلبة يبقوا متوترين؟ لا، انا رأيي ان بالعكس، لو ده حصل مع ان طبعا يعني اعتقد انه مش هيحصل يعني، لانه الموضوع اللجان طبعا كتير قوي على مستوى لكن لو ده حصل هيعمل نوع من ال يعني اقول لك من التوثيق للي بيحصل في اللجنه يعني. تمام. يعني الطالب مش هينفع حد يقول له انت غشيت هو ما غشش حقيقي، ومش هينفع يجيبوا بقى لان في هيبقى في الشرايط دي موجوده والله نفسي كمان يا استاذ اشرف ان هو كمان يبقى زي ما بيتم عقاب الطالب يتم عقاب كل القائمين على الامتحانات، من اول المراقب اللي في اللجنه لحد اللي بيصحح. لان ممكن يبقى هو نوع من انواع، مثلا واحد بيشرب سيجاره كمراقب، بيتكلم مع زميله، بيمشي بطريقه يعني تجيب توتر للطالب اللي قاعد برضو في اللجنه. ده كله مش موضوع في الاعتبار. المدرس اللي هو ما بيصححش بذمه وضمير، اللي برضو فكره ورقه نموذج الاجابه، دي كلها حاجات يعني بتظلم برضو في الاخر الطالب المصري. هو كمان احيانا كتير بيبقى بعض المراقبين في اللجنه بيمارسوا نوع من البلطجه على الطلبه. يعني هو يعني ممكن زي ما سعادتك بتقولي بيتكلم، يقعد جنب الطالب بيتكلم، لو الطالب قال له ما تتكلمش خلاص من اللحظه دي اضطهد. ممكن يقول له انت بتغش، طب قوم. طب انا يعني هي مشكله يعني يا رب يبقى فيها حل. استاذ اشرف مشرف المحامي بالنقد، نورتنا. شكرا لوجود حضرتك معانا، ونأمل يا رب لكل الطلبة والطالبات واحنا في بداية عام دراسي جديد بالتوفيق وبالنجاح، ويا رب فعلا ان احنا نسمع اخبار كويسة من وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمنظومة التعليم ككل، يعني سواء المدرس في الفصل، طريقة تدريس المنهج نفسه، فكرة الامتحانات. يعني يا ريت نسمع اخبار ايجابية الفترة المقبلة. نروح معاكم دلوقتي مشاهدينا لفاصل سريع ونرجع مع زميلتي العزيزة رباب الكشان. خليكم معانا.